نشرت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية صورة للمشتبه به بقتل رجل وزوجته طعنا في واحدة من أبشع جرائم أكل لحم البشر. الشرطة قالت إن أوستن هاروف كان يصدر أصواتا حيوانية ويقطع بأسنانه وجه الرجل القتيل في بلدة توكويستا عندما ألقت القبض عليه. قال شريف مقاطعة مارتن: رأيت الكثير من الجرائم في حياتي، أظن أنني لم أرى شيئا بعنف ما رأيته ليلة أمس، كان أكثر عدوانية من أي جريمة قتل. إبعاد المشتبه به عن الضحيتين تطلب استخدام مسدس صاعق، وأظهرت الفحوص الأولية أنه كان تحت تأثير مادة مخدرة عند تنفيذ الجريمة، وتجري التحاليل لتحديد نوعها. بعض أنواع المخدرات مثل فلاكا أو باثالس التي قد تولد حالة الهذيان التي رأيناها ليلة أمس ليست أنواعا يمكن التأكد من وجودها بمجرد فحص في المستشفى. لا بد من الانتظار على أمل إيجاد الحلقة الضائعة الأهم في هذه القضية. الحادث وقع ليلة الاثنين، وقد قام أحد الجيران بتبليغ الشرطة عن مقتل الزوجين، وقد تعرض هو نفسه للطعن عندما حاول إبعاد المهاجم الهائج، لكنه نجح في الهرب والاتصال بالشرطة.